ألف ألف مبروك فوز المنتخب المغربي على المنتخب الإماراتي. المنتخب المغربي يلعب على كأس العرب في انتظار الفائز مباراة السعودية والمنتخب الأردني، والمنتخب الإماراتي يلعب على تحديد المركزين الثالث والمركز الرابع في انتظار الخاسر مباراة السعودية والمنتخب الأردني. كابتن رشيد مبروك الفوز. شكرا شكرا جزيلا. فهد مسعود هارد لك يا اخوي. مبروك مبروك. عوضين خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. عندك فايز. اول شيء تعازينا لضحايا فيضانات مدينه اسفي بالمغرب. الله يرحمه ويغفر لهم مسكينهم الجنه، عظم الله اجركم. الله. واول شيء يمكن كذلك نفتخر بفهد مسعود والفريق الاماراتي على المستوى اللي قدمه. اكيد بانه تربطنا قوه واصاله كبيره جدا ووطيده. اظن بانه اليوم المنتخب المغربي انتصر يعني ضد فريق اللي كان خصم ند بالند، خصوصا في الشوط الثاني. لاحظنا بانه في الشوط الثاني نعم خصوصا في الدقائق الاولى 46 48 تحت فرص المنتخب يعني الاماراتي، ولكن القراءه الجيده والفكر المتطور ديال طارق سكيتيوي مع الطاقم ديالو، عارف يشتغل حتى 7 الصبح ما ينام، وادوات هم اللاعبين. لازم ان نهنئ اللاعبين كلهم اللي لعبوا ودكه الاحتياط، لانه روح فريق جماعي وهذا شيء جد مهم التعامل معهم. واكيد بان هذا الشيء يبين بانه في تغييراته دائما يخلق الفرق. عملها مع فريق سوريا وعملها الحين حاليا. نعم. نشوف كل واحد كل لاعب دخل الا هو اللي يسجل الهدف. اكيد بانه مغامره الفريق الاماراتي كوزمان في الشوط الثاني بادخال اكثر عدد من اللاعبين لهم حس هجومي يمكن خلق شيء ما عدم توازن الفريق من الناحيه الدفاعيه. اكيد بانه في الاول كان قاب قوسين من التسجيل، ولكن استغلوا الفريق المغربي بادخال هذه العناصر، الحمد لله. ولا كذلك اللاعب المهداوي اللي سجل الهدف الحمد لله كذلك سجل. فهذو لاعبين كانوا احتياطيين، ولكن لما دخلوا يعني في المرتدات واخا ما كانش بعض الاحيان سريعه، ولكن استغلوا يعني هذاك عدم التوازن او الخطوط اللي كانت هجوم ودفاع بالنسبه للفريق الاماراتي. فاظن بان التغييرات اللي عملها بخمسه كلها اعطت اكلها. لا طنان وشفناه انا وابو محمد بان طنان في الاخير وحتى في المباراه ما اعطاش يعني من الناحيه البدنيه وخصوصا في الاخير، وكذلك تغيير ازارو بحمد الله واللي عطى الاضافه لانه هو عطى الاسيست وسجل. نفس الشيء بالنسبه للمهداوي اللي دخل مكان باش، ونعرف ان باش يعني قدم مباراه جيده لانه راجع من الاصابه، ولكن عنده توازن وتناغم قلت في الاول مع اللاعب اللي كان مع فريق الجيش الملكي اللي هو عميد فريق حريمات، واللي هو اللي يعطي الايقاع ديال اللاعب، التيمبو ديال اللاعب هو اللي يعطي الايقاع ديال اللاعب. ولكن اظن بانه الفريق المغربي اليوم يعني عرف كيف يقتل المباراه باش يمكن يتخلص في التير، خصوصا من بعد ما سجل الهدف الثاني. وانا قلتها للكابتن منذر، قلت له الهدف الثالث جاي لانه اصبحت تتبان فراغات، ولا لا كابتن منذر؟ صحيح. اصبحت هناك فراغات